كل عام وانتم بخير. حبيت ابدا اول وصفه من وصفات رمضان باكله تفكرني وتفكركم بالدعاء لاخواتنا في عز الظروف اللي هم بيمروا بيها. المسخن الفلسطيني، الاكله اللي لفت وابهرت العالم كله، وعلى قد جمالها على قد ما هي سهله وبسيطه جدا. كمان عملناها بطريقه مفيش ابسط منها. كميه بصل كتيره، استخدمت كيلو بصل، نزلت عليه ببهارات مشكله ومعلقتين كبار سماق. ملحنا وهرسنا البصل كله مع بعضه عشان ينزل كل الميه اللي فيه. نزلت بكميه كبيره من زيت الزيتون، وبعد كده نزلت بالفراخ، كنت مقطعها اربع، وقلبناهم كلهم مع بعض. بعد كده قفلناها ووديناها على الفرن. بعد ما تطلع من الفرن هنشيل الفراخ على جنب ونبدأ نجهز الطبق بتاعنا. بيستخدموا في الأكلة خبز الطابون. أقرب حاجة ليه بالنسبة لي كانت التميس. ممكن تستخدموا أي نوع عيش يكون سميك شوية. هنسقسقه في البصل وننزل عليه بالبصل ونبدأ نرص طبقات منه. آخر طبقة هننزل بالفراخ ونوديها تحت الشواية تاخد وش، وبالهنا والشفا.